المقارنة وما أدراك ما المقارنة، مأساة إنسانية بنعيشها. كل واحد وواحدة فينا أول ما قيمته تبوظ يبدأ يقارن. وليه بقول قيمته بتبوظ؟ علشان ورقة وقلم بقى كده واكتبوا ورايا. أول حاجة، أنا لا عايشة لا هنا ولا الآن. ليه؟ لأني عمالة بقارن اللي قدامي بحياته كلها بآخر لقطة بحياتي أنا زمان ووصلت لإيه. فأنا مش عايشة اللحظة دي. وكمان أنا واخدة آخر لقطة، يعني ما شفتش اللي قدامي عانى في حياته قد إيه. فبالتالي أنا ماشية كده وعمالة أقول لا ده حياته كانت جميلة. تالت حاجة بقى وأهم حاجة، إني جايبة اللي قدامي ده حطاه في مركز حياتي، هو اللي واقف في النص وهو أهم مني عندي. فبالتالي أفضل مبحلقاله وبصاله علشان أفضل أقارن صح. المشكلة بقى اللي بعدها، إن أنا لما بقارن بجيب لستة طويلة كده، حاجة مثلا اللي قدامي ده رفيع. طيب هل أنا شفت مشوار حياته كان عامل إزاي؟ لا ما شفتش، أنا جبت إن أنا مليانة عنه شوية. طيب هل أنا جبت 10 نقاط أقارن بيها بين الاتنين بيني وبينه؟ لا ما جبتش، أنا جبت أقوى حاجة عنده أقارنها بأضعف حاجة عندي. وممكن الاتنين ما يكونوش زي بعض، زي اللي يقولك كده إيه، الطيارة أسرع ولا القطر أحلى؟ الاتنين مالهمش علاقة ببعض. أهم نقطة إن أنا فعلا في اللحظة دي بدخل في وعي اللي قدامي. يعني إيه الكلام ده يا حلوين؟ يعني أنا بدأت أدخل في كل حاجة مر بيها اللي قدامي، لأن أنا بقول واو الله أنا عايزة أبقى زيه. طيب خلاص نشرب كل خط حياته ونمر بنفس التجارب بتاعته علشان نبقى زيه. ساعتها بتستغربوا وتقولوا إيه ده؟ هو إحنا لازم نعاني المعاناة دي كلها؟ بس انتوا أخدتوا بالكم إنكم عايزين توصلوا للهدف فبتعانوا علشانه، بس ما أخدتوش بالكم إنكم من جواكم القيمة هي اللي اتضربت. فبالتالي المعاناة جوه، وللأسف زي ما نكون ميتين وما حدش قال لنا.